أهلا بحضراتكم. شم النسيم. هنا نتوقف قليلا. مش عندي يوم عادي في السنة، لكن عندي يوم ريحته حلوة، لونه ربيع، اسمه مصري خالص من آلاف السنين. شم النسيم مش عيد جديد ولا عادة حديثة، ده عيد مصري قديم جدا بيرجع لحوالي 4700 سنة، يعني من زمن الفراعنة. في الحضارة المصرية القديمة كان المصري القديم بيشوفوا يوم بعث الحياة، يوم الأرض بتصحى والطبيعة بتلبس أخضر من جديد. إيه هو أصل الاسم؟ زمان كان اسمه شمو، كلمة جاية من الهيروغليفية شيمو، ومعناها فصل الحصاد أو النهضة أو بداية الحياة. ومع الوقت اتضافت كلمة النسيم عشان يبقى الاسم زي ما احنا عارفينه النهاردة، شم النسيم. يومه بيجي امتى؟ زمان كان مرتبط بانقلاب الربيع، لكن دلوقتي بقى يوم ثابت في الروح. بيجي يوم الاثنين اللي بعد عيد القيامة المجيد عند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. يعني هو عيد بيجمع الطبيعة والدين والتقويم الشعبي في لحظة واحدة. الغريب في شم النسيم انه عيد بيتاكل فيه قبل ما تحتفل بيه. المصريين ورثوا عادات اكل من الاف السنين. البيض الملون وهو رمز للحياة اللي بتخرج من الجماد وكأنها رسالة، الحياة دايما بتبدأ من جديد. الفسيخ، السمك المملح، كان المصري القديم بيحفظه من النيل وياكله في الأعياد. البصل الأخضر، كانوا بيعتقدوا انه بيطرد من جسمهم المرض والحسد وبيحمي الإنسان. شم النسيم مش بيتقفل في البيت، ده يوم خروج، حدائق ونيل وفسح وضحك ولعب أطفال، كأن مصر كلها بتتنفس نفس واحد. الربيع وصل، عيد بيجمع الناس، مفيش فرق بين حد والتاني. في اليوم ده الكل بيحتفل. في مصر شم النسيم بقى جزء من الهوية، مش مجرد مناسبة. شم النسيم النهاردة حتى في الزمن الحديث العادة ما ماتتش، والدولة بتعتبره أجازة رسمية. مثلا السنة بتاعتنا دي هيوافق شم النسيم يوم 13 إبريل. كلمة من القلب، شم النسيم مش مجرد يوم، ده فكرة، وفكرة إن الحياة مهما كانت صعبة هترجع تاني، زي الأرض لما بتصحى بعد الشتاء، زي النيل لما بيرجع يجري، زي الإنسان لما بيبتسم بعد تعب. هنا نتوقف قليلا ونفتكر إن المصري القديم رغم آلاف السنين ساب لنا عيد مش بيكبر في العمر لكن بيكبر في المعنى. شم النسيم في الأصل مش عيد ديني مسيحي ولا إسلامي، لكنه عيد مصري قديم جدا سبق الديانات الحالية بآلاف السنين، وده مهم إن احنا نفهمه الأول. طيب إيه علاقته بالمسيحيين؟ مع مرور الزمن حصل حاجة طبيعية في التاريخ. لما دخلت المسيحية مصر وظهر التقويم الكنسي بتاع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ارتبط شم النسيم بيوم الاثنين اللي بعد عيد القيامة. عيد القيامة عيد مسيحي ديني، وبعده بيجي شم النسيم كيوم احتفال اجتماعي وربيعي. هل هو عيد للمسيحيين بس؟ لا، شم النسيم مش عيد ديني مسيحي ومش مرتبط بعقيدة دينية، لكنه بقى مرتبط بالتوقيت بس داخل التقويم الكنسي. امال ليه المسيحيين بيحتفلوا بيه؟ لسبب بسيط جدا، لانه بيجي بعد العيد المهم في حياتهم اللي هو عيد القيامة. بيجي في وقت فرح القيامة والربيع، وبيكون يوم اجازة رسمي في مصر واحتفال اجتماعي طبيعي زي باقي الشعب. يعني هو عيد وطني اجتماعي بيجمع كل المصريين، مش فئة واحدة. في مصر دار الإفتاء أوضحت إن شم النسيم مش مخالف للدين، لأنه عادة اجتماعية فرعونية الأصل مش طقس ديني. الخلاصة شم النسيم أصله فرعوني قديم جدا، مرتبط بالربيع والطبيعة. اتحدد توقيته حاليا بعد عيد القيامة، وبيحتفل بيه المسيحيين والمسلمين مع بعض كمصريين. وهنا نتوقف قليلا عشان أقول لحضراتكم مسلمين ومسيحيين كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. أشكركم وإلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.